إن الأهرامات المصرية أعجوبة ولغز وسر خفي مدهش، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بأسرار هذه المباني العملاقة التي كل يوم تعطينا سر من أسرارها، ليبقى لغز لا يستطيع العلماء أن يفسروه إلا بوضع الكثير من النظريات والفرضيات حول ذلك. ودي كانت مقولة للدكتور أحمد عبد الرحمن قرطاج من خلال قراءاته المتعددة. نيجي بقى للمصري القديم. المصري القديم عمل قاعدة الهرم مربعة الشكل، وبعدين قام حافر في الصخر في الأرض تحت، وقام عامل قاعدة الهرم 8 متر من الصخر تماما. ولما العلماء عملوا مسح أثري طلع المحاجر بتبعد عن قاعدة الهرم حوالي 300 متر. الأهرامات معجزة هندسية بكل المقاييس، وأحد عجائب الدنيا السبع. مبنى فضل شاهد على عبقرية وحضارة ملهاش مثيل، وعبقرية القدماء المصريين، ولحد النهاردة مفيش حد قدر يحل ألغازها. الأهرامات المصرية أعجوبة من عجائب الدنيا السبع، علشان تثبت للعالم أجمع أن المصريين القدماء معرفوش المستحيل. فيا ترى ليه الأهرامات من عجائب الدنيا السبعة؟ وإيه السر اللي لم يكتشف في هندستها لحد النهاردة؟ وإيه هي أشهر النظريات في بنائها؟ وهل فعلا محمد علي كان عايز يهدها؟ لو عايز تعرف أكتر عن الأهرامات المصرية ونظرياتها، تابع معايا الفيديو والشرح للآخر. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انت عمرك فكرت ليه الأهرامات من عجائب الدنيا السبعة؟ مش بس لأنها مباني عملاقة، لأ، لأنها لحد النهاردة وبرغم التطور الكبير اللي احنا وصلنا له، ما قدرناش نحل كل ألغاز الأهرامات المصرية، وخصوصا الهرم الأكبر. وبالنسبة هي اسمها بالمناسبة هي اسمها الأهرامات المصرية القديمة وليست الأهرامات الفرعونية، لأن الاسم الأصح هو المصري القديم ومش الفراعنة. وده هنتكلم فيه في حلقة تانية. نرجع لموضوعنا. زمان اتقال لنا في المدارس إن الأهرامات المصرية كانت مجرد مقابر ملكية لدفن الملوك المصريين القدماء، ولكن مع تطور التكنولوجيا وكثرة الأبحاث ظهرت لينا نظريات مختلفة تماما عن اللي كنا بنعرفه قبل كده، وهو اننا مش قدام مقابر ملكية، وان احنا قدام حاجة عظيمة مش مجرد مقابر. نيجي بقى لارتفاع الهرم. ارتفاع الهرم 149.4 متر، والأغرب بقى إن المسافة بين الشمس والأرض 149.4 مليون كيلو متر. هي نفس المسافة بالظبط. طب هل ده صدفة؟ طب اللي راح منكم الهرم أو الأهرامات وشاف الممر اللي عن طريقه بيتم الدخول للهرم، بيشير للنجم القطب الشمالي. فالمسافة والارتفاع وعدد أحجار الهرم وكل ده مش مجرد صدفة. والمدهش إنه يعتبر من أكثر الألغاز اللي لحد النهاردة محدش قدر يحلها، هو إنك لو حطيت أو جبت قطعة لحمة حطيتها جوه أو على حجر الهرم، فقطعة اللحمة ديت من الطبيعي إنها هتتعفن. لو احنا سيبنا قطعة لحمة في أي مكان هتتعفن وهتبوظ، ولكن المدهش إنها هتنشف بمرور الوقت ولن تتعفن. فهل سألت نفسك إيه السبب؟ طب تعرف إن مكان الأهرامات بيقع على نفس الخط اللي بيربط مثلث برمودا في المحيط الأطلسي ومثلث فرموزا في المحيط الهادي؟ وتعرف ان المكانين دول بيحصل فيهم احداث غريبة جدا، زي اختفاء السفن والطيارات وتعطيل البوصلة. وتعرف ان المدار اللي بيمر بمركز الهرم بيقسم او بيقسم القارات والمحيطات لنصفين متساويين تماما من حيث المسافة. وفي نظرية بتقول انك لو سبت اي حاجة حادة في الهرم زي الامواس والشفرات هتبقى حادة زي السيف لما نيجي نسنه. والسبب محير جدا وغير مفهوم لحد يومنا هذا. هل ده
بيرجع أو بيعود للأحجار أو لأحجار الأهرامات أو للطاقة اللي جوه الهرم أو إيه بالظبط. وعلى مر السنين فضل هرم خوفو أطول مبنى في العالم لآلاف السنين بطول 149.4 متر. لو رحت الأهرامات ووقفت قدام هرم خوفو هتلاقي أو هيلفت انتباهك ضخامته المهولة والمذهلة. وإنما بقى المذهل لحد النهاردة هو إنه إزاي الهرم اتبنى أو إزاي الأهرامات اتبنت. هرم خوفو اتبنى بحوالي 2,600,000 حجر. خد بقى المدهش، وزن الحجر ما بين 2.5 إلى 15 أو 17 طن. وده ياخدنا لحاجة تانية مهمة، هي ازاي المصريين القدماء قدروا يرفعوا الأحجار دي للارتفاعات الشاهقة والمهولة دي بالشكل ده من غير الآلات الحديثة. ولا ما كانش فيه زمان جاذبية مثلا، ولا كان في ايه؟ آه وفي نظريات كتير اتقالت في حتة ازاي هم رفعوا الأحجار. هل ما كانش في جاذبية أم ولا هم كانوا في حاجة بيعملوها بيتغلبوا على الجاذبية، ولا المصطبة الترابية ومعرفش ده وده مستبعدة، لأن ازاي هنشيل حجر كبير ونحطه فأكيد هيغرس في الرمل. ولا هل هم صبوا الأهرامات بطريقة معينة، ولا كان عندهم حاجات حديثة في التفاعلات الكيميائية والمواد وهكذا وعملوا الأحجار ديت. ففي نظريات كتير في الحتة ديت هنتكلم عنها بالتفصيل. نيجي بقى للهرم. بيتم الدخول ليه ازاي؟ الهرم بيتم الدخول ليه عن طريق نفق من أعمال الخليفة المأمون، عمله سنة 820 ميلاديا و220 هجريا. لأنهم في الوقت ده ما كانوش يعرفوا المدخل الأساسي للهرم وقتها. وده اللي خلى الخليفة يعمل كده، هو انه سمع بوجود كنز داخل الهرم، وكمان جودة المعادن داخل الهرم عالية ونادرة وجميلة جدا. وعلشان كده عمل الفتحة دي، اللي علشان يعملها جمع عدد كبير من أكبر وأمهر وأفضل المهندسين عنده. وعلشان كده أول ما بندخل من النفق بنلاقي نفسنا في ممر ضيق، وبعد ما بتمشي فيه هتوصل لحجرة غامضة تحت الأرض محفورة في الصخر. ولحد النهاردة تعتبر الحفرة دي واحدة من الأسرار اللي العلماء لحد النهاردة بيدرسوا فيها. أما لو قررت تكمل في الممر ده فرجلك هتاخدك لممر طويل بيوصل لمكان اسمه البهو الكبير. وده واحد من أجمل أجزاء الهرم. سقفه عالي جدا حوالي 8.7 متر، وعرضه أكبر من أي ممر تاني. وبتحس وانت فيه كأنك في ممر ملكي فعلا. وبعد ما تسيب البهو الكبير هتلاقي ممر تاني بياخدك لحجرة اسمها حجرة الملكة. والحجرة دي مساحتها متوسطة وسقفها واخد شكل مثلث. طب ايه السبب ان سقفها واخد شكل مثلث؟ السبب علشان يتحمل الأحجار الضخمة اللي فوقه ومبطنة بأحجار جيرية باللون الأبيض. ويقال إن دي أول حجرة اتبنت في الهرم. بعد كده بنوصل للجزء الأهم في الهرم، وهو حجرة الملك، واللي طولها حوالي 15.8 متر، وعرضها 5.2 متر، وكلها مبنية من الجرانيت الأحمر، وفيها فتحتين بيوصلوا لسطح الهرم. وداخل حجرة الملك في تابوت مصنوع من الجرانيت من غير غطاء. والمفروض ان ده التابوت اللي دفن فيه الملك خوفو، ولكن ما كانش فيه اثر لاي مومياء جواه. وفوق حجرة الملك في 5 غرف فوق بعضها، ومقفولة من جميع الجهات والاتجاهات. وبنيت الغرف دي بهدف تخفيف وزن الهرم عن
سقف حجرة الملك. وفي النهاية هنلاقي نفق تهوية وظيفته كانت لخروج الكهنة والعمال بعد دفن الملك، وسد كل الحجرات في الهرم بعد انتهاء البناء. وفي سنة 2023 اكتشف العلماء ممر جديد طوله 9 متر، ولسه مش معروف وظيفته بالظبط كانت ايه في الهرم، لكنه ممكن يكون مفتاح لسر جديد لسه محدش اكتشفه. ولكن هل كانت الأهرامات أكثر من مقابر ملكية فعلا؟ وتم نشر الكثير من الفرضيات اللي قالت إن الأهرامات كانت أكثر من مجرد مقابر ملكية، بل ممكن تكون جزء من شبكة طاقة متطورة بتشتغل بالهيدروجين كوقود، وبتنقل الكهرباء لاسلكيا عن طريق أو من خلال المسلات الموجودة. وظهرت الفرضية ديت لأول مرة على لسان الكاتب البريطاني كريستوفر وإن في كتابه محطة الطاقة في الجيزة، واللي نشر سنة 1998. وقال دان في كتابه إن الهرم الأكبر في الجيزة كان في الواقع يستخدم الهيدروجين لإنتاج الكهرباء، وإن الغرف والممرات الداخلية للهرم صممت لإنتاج تفاعل كيميائي ينتج غاز الهيدروجين اللي استخدم بعد كده لتشغيل مولد كهربائي. ولكن في باحثين رفضوا هذه النظرية بحجة ان المصريين القدماء كانوا ما عندهمش التكنولوجيا اللازمة لإنتاج أو استخدام الهيدروجين كوقود. وأنا بختلف مع هذا الرأي للعلماء، وأقول إن المصريين القدماء كانوا عندهم تكنولوجيا مهولة احنا مش قادرين نتوصل ليها لحد النهاردة. شوف المباني او المعابد، شوف المسلات، بص على الاهرامات، بص على التحنيط، بص على ده كله، هتعرف مين هم المصريين القدماء. ولكن في آراء مختلفة من العلماء واحنا بنعرض النظريات، ولكن احنا كمصريين عارفين ان المصريين القدماء سابوا وراهم حاجات وألغاز وأسرار مهولة العقل البشري قد لا يصل إليها مع التطور أو كم التطور الهائل اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي. مش عارفين نفسر، العلماء الأجانب مش عارفين يفسروا الحاجات ديت، وبيجوا يقعدوا بالسنين وفي الآخر ما بيعرفوش يوصلوا لحاجة. ولكن نيجي بقى بعد كده عن فكرة نقل الكهرباء لاسلكيا عن طريق المسلات. هنكمل ان شاء الله في الحلقة الجاية ازاي ان المصريين القدماء كانوا، او النظرية اللي بتقول ان المصريين القدماء كانوا بيستخدموا الكهرباء لاسلكيا عن طريق المسلات من خلال الأهرامات للمسلات. هنتكلم عنها بالتفصيل وهنوضح النظريات المختلفة في حتة الأهرامات ورأي العلماء الأجانب والمصريين، وهنحط ده كله على الترابيزة قدام المستمع والمشاهد علشان يقول رأيه، وهل هو يتفق مع مين ولا هو هيبقى ليه رأي تاني. يعني أحب أسمع رأي حضراتكم في الفيديو، وإيه اللي حابين نتكلم عنه بعد كده. انتظروني إن شاء الله الفيديو الجاي هنكمل فيه سلسلة الأهرامات المصرية القديمة.